علامة اقتباس ديزر. علامة اقتباس يطرح علامة اقتباس الجريمة. علامة اقتباس أول بودكاست عربي في العالم عن الجرائم الواقعية. الاقتراحات. أماكن الخروج. أطلق تطبيق علامة اقتباس ديزر علامة اقتباس أول بودكاست من نوعه يعرض الحكايات الشيقة باللغة العربية عن أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في العالم العربي، وذلك لمحبي قصص الجرائم، وهو أحد أعمال ديزر الأصلية المتاحة حصريا على المنصة. كل حلقة تتناول نظرة عميقة في حياة وعقول المجرمين من أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في المنطقة، ويتميز البودكاست برواية الأحداث ووصفها بدقة ومهارة لتنقل المستمع إلى أجواء الجريمة التي يحكي عنها، سواء عن مرحلة طفولة القتلة ودوافعهم وكيف تم تقديمهم إلى العدالة. من جهته قال ماركو أبوجودة، رئيس المحتوى والتسويق الفني وعلاقات شركات الإنتاج الموسيقي لشركة ديزر شرطة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي وتركيا، علامة اقتباس تعد الجرائم الحقيقية واحدة من أكثر أنواع البودكاست شعبية وإثارة اليوم. ولأول مرة على الإطلاق، أصبحت روايات الجريمة الحقيقية متاحة للجمهور الناطق باللغة العربية في بودكاست علامة اقتباس. الجريمة. علامة اقتباس من ديزر الذي يشبع الفضول عن الجريمة والمجرمين بكل تشويق. استعدوا للاستماع إلى بعض القصص المثيرة المليئة بالتشويق، ولكن كونوا حذرين، فهذا البودكاست لا يناسب أصحاب القلوب الضعيفة. علامة اقتباس. وتسلط السلسلة الضوء على قصص القتلة ريان وسكينة بنت همام من مصر، والأردني بلال موسى وزوجته سوزان إبراهيم، والقاتل الإيراني المتسلسل سعيد هنائي، وزعيم العصابة المصرية علامة اقتباس التوربين. علامة اقتباس. وبعد كل حلقة سيستضيف المقدم طبيب نفسي متخصص لمناقشة عمليات التفكير والدوافع وراء هذه الجرائم الفظيعة. يشار إلى أنه تم إنتاج بودكاست علامة اقتباس الجريمة. علامة اقتباس من قبل شبكة علامة اقتباس رايزنج جاينتس نتورك. علامة اقتباس رايزنج جاينتس نتورك أورجيان بدبي، المعروفة بتصدر إنتاجاتها الصوتية قوائم البودكاست المحلية منذ إطلاقها في عام 2020، وحصلت الشركة مؤخرا على أكبر استثمار في شبكة بودكاست في المنطقة بقيمة $1,000,000.